ما شاء الله، يعني كثافة نبات السدر رقم واحد، ونبات الشفلح بشكل جميل. لكن أنا بسألك يا أبو عبد العزيز، الحين غذاء الملكات أول شيء كيف ينتج؟ وش أفضل طريقة لتناوله خصوصا للاستشفاء؟ وليش هو مرتفع قيمته؟ أبو سليمان، غذاء الملكات ينتج لها النحلات الصغار اللي توه فاقسه من عمر يومين إلى أسبوعين. هذا أعلى معدل إنتاجية بالنحلة من فكوك بالفم، ويطلع سبحان الله عن طريق اللسان، وشكله تماما مثل شكل المايونيز. هو اللي يغذون به الملكة ويعطونها إياها بشكل دائم. ملكات النحل تعيش إلى 5 سنوات عمر، والعلماء يقولون السبب الرئيسي إنه أكلها اليومي واعتماده بالأكل على الاعتماد على غذاء الملكات. إذا كلت الملكة غذاء الملكات زادت الخصوبة عندها وكبر بطنه، وامتلت المبايض عندها بكميات كبيرة من البيض، بحيث أنها تبيض باليوم إلى معدل 2000 بيضة بالخلية. الجانب الثاني، كل نحلة تطلع لابد أنها تتغذى على الغذاء الملكي. يوم هي رقة صغيرة 3 أيام تستهلك الغذاء الملكي علشان يكتمل نمو جسمه. لنا حنا كبشر الغذاء نعم. الملكي فعال جدا بموضوع الخصوبة. اللي متزوجين وعندهم ضعف خصوبة، سواء الرجل بالعدد وبالحركة وبالتشوهات، النساء اللي عندهن تكيسات بالمبايض وخلل بالهرمونات وهرمون الحليب به ارتفاع وانخفاض، سواء متزوجات يعني دورهم منتظمة أو غير منتظمة، أو اللي ما تزوجوا، أفضل مادة طبيعية ممكن يعتمد عليها هي غذاء الملكات خلطه مع العسل. يجي السؤال المهم اللي أنت ذكرت. بس لا، لحظة شوي، كم الكمية اللي من كم إلى كم؟ يعني 1 إلى 10 مثلا؟ لا أبو سليمان، هو له طريقتين. يا إنك تاخذه مباشرة وتحطه تحت اللسان وتخليه يذوب تحت اللسان، معدل نص ملعقة باليوم. نص ملعقة صغيرة؟ إيه، هذا إذا كان تبي تاخذه بشكل مباشر. إذا كنت تبي تخلطه مع العسل، قالوا اتخلط من 50 إلى 100 جرام مع الكيلو الكامل، وتاخذه بشكل يومي 2 ملعقة هو العسل مرتين باليوم، بالإضافة على أساس أنه يزيد عندك الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، نحط معه يا خبز نحل أو حبوب لقاح. تعتبر الخلطة ذي من أفضل المواد اللي تستخدم للخصوبة، وهي طبيعية، وإذا بإذن الله ما نفعت ما ضرت. حتى يوجد بالصيدليات كبسولات مصنعة تجي من أمريكا وغيره، عبارة عن عسل حبوب لقاح على هيئة كبسولات. صعب جدا إنتاجه، يحتاج جانبين مهمات بالإنتاج: مهارة بإدارة الخلية وتنظيمه، كيف ننظم الخلية على أساس أنها تعطينا الغذاء الملكي، ومهارة بعملية نقل اليرقات من العيون السداسية وتركيبه بالكؤوس الشمعية اللي بننتج منها غذاء ملكات. لذلك تلقاه نادر أبو سليمان وجوده بالسعودية عندنا كمنتج. أكبر دولتين بالعالم تنتجه هي الصين وفيتنام، يعتمدون ينتجونه بشكل طبيعي وبشكل تجاري وبكميات كبيرة، وأبدعوا بالموضوع ذا. طيب ليش يعني هو من قلة إنتاجه وصعوبة إنتاجه عشان كذا هو غالي؟ ارتفع وقيمته برضه قيمته الاستشفائية. في جانب أبو سليمان مهم للأخوات النساء، يسحب بشكل كبير من كوريا واليابان وبعض دول أوروبا الموضوع التجاعيد اللي بالوجه، يستخدمونه يعني تجميل من أفضل مواد التجميل اللي يدهنون بها الوجه، وبشكل يعني يومي له أثر على التجاعيد ونضارة البشرة. يدفعون به مبالغ لأنه مادة طبيعية ما هي بكيميائية ويحطونه. وبعض الناس يقول حنا ما لقينا وناكله نبي نحطه على الوجه. هناك يشترونه بكميات كبيرة الشركات التجميل. إن شاء الله إنتاج وفير هالموسم بإذن الله. أبو عبد العزيز، بسألك